السلام عليكم. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل أجمد صينية مكرونة بالفراخ مع بعض. انسي بقى أي مكرونة بشاميل اللي عملتيها قبل كده. هنعمل مكرونة بصدور الدجاج، ألطف من النجرسكو وأغنى من البشاميل العادي، بشاميل كريمي بزيادة وفراخ متبلة، والنتيجة صينية هتخلص في 5 دقايق. معايا هنا صدور دجاج، انا جبت نص كيلو بانيه وقطعته قطع زي ما احنا شايفين كده مكعبات. هقطعه كله بالطريقه دي وهنسلق المكرونه. اي نوع مكرونه عندك اسلقيه. المكرونه هنا استوت اهو، وهنعمل بقى البشاميل. البشاميل 2 معلقة كبار من السمنه و4 معالق دقيق علشان يطلع معاكي بشاميل جوسي وخفيف وما يبقاش فيه تكتلات. لازم السمنه تبقى اكتر من الدقيق. اول ما تشمي ريحه الدقيق استوى، يعني ما ياخدش لون، هننزل بكميه اللبن المناسبه. ولو ما عندكيش كميه لبن مناسبه كملي بميه سليق المكرونه، بتدي طعم حلو جدا جدا وقوام مناسب للبشاميل. انزلي بقى بالملح والفلفل والبهارات بتاعتك. انا حطيت 7 بهارات وبهارات دجاج ظبطت الملح بتاعي، وهقلب البشاميل. هعمله خفيف علشان يبقى نازل جوسي كده وجميل. هخلص البشاميل وهحطه على جنب واغطيه عشان ما يعملش قشرة، وهنشوف مع بعض هنعمل ايه. واحنا شغالين بنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وبنسبح وبنستغفر وبنكبر وبنحمد ربنا على كل النعم اللي ربنا بيديها لنا. هنزل بقى ب4 قطع من الزبدة، عليهم شوية زيت، 2 معلقة زيت، وهنزل ببصلاية كبيرة مبشورة، ولازم تبقى مبشورة رفيع كده علشان ما تبقاش قطع كبيرة. اول ما البصل يتشوح معايا هنزل بكمية الدجاج اللي عندي. هشوح الدجاج على البصله لحد لما تدبل خالص ولونها يتغير واحس انها دخلت في السوا. هظبط البهارات بتاعتي، هحط ملح وفلفل، ونفس البهارات اللي حطيتها على البشاميل هي اللي هحطها على الدجاج. 7 بهارات دجاج، ولو عندك مرقه ماشي مفيش مشاكل، ومعلقه صغيره توم باودر، ومعلقه صغيره بصل باودر. هقلب بقى، واول ما تدخل في السوا هنزل بالفلفل الالوان بتاعي زي ما احنا شايفين كده. هسيبها بقى، مش هضيف لها اي كميه ميه، هو الفلفل هينزل ميه وهتستوي منها فيها. هسيبها على جنب تكمل سواها ونشوف هنعمل ايه. وانتي شغاله بتقري لإلاف قريش علشان ربنا سبحانه وتعالى بيبارك كل اللي انتي بتعمليه بقراءتها. بعد ما المكرونه تتسلق، اي نوع مكرونه مش لازم اقلام، هنزل بكميه المكرونه كلها على الدجاج اللي انا شوحته مع البصل والفلفل الالوان. هنزل كده علشان تبقى كلها دايبه في بعضها. وهجيب الصينيه اللي هدخلها الفرن، هحط في قعر الصينيه كبشه كده من البشاميل اللي انا عاملاه، وهكون مشغله الفرن من قبلها على درجه حراره 180. هنزل بنص كميه المكرونه اللي متقلبه مع الدجاج اللي هي بنسميها نجرسكو، هنمشيها نجرسكو. الصينيه دي ريحتها تحفه وطعمها تحفه جدا جدا جدا، وقيمه غذائيه كامله متكامله. مش هتحتاجي تعملي جنبها اي اكل الا لو عايزه تحمري شويه بطاطس وشويه سلطه. هنزل بقى بكميه المكرونه، وهحط بقيه البشاميل على الوش، وهدخلها الفرن عشان تتحمر من تحت ومن فوق. عايزه تشغلي الشوايه تمام، فرنك بيحمر فوق وتحت خلاص، يبقى هتولعي الفرن. هتقعد ربع ساعه وتخرج زي ما احنا هنشوف دلوقتي. هسوي بقى كميه البشاميل، ريحتها تحفه جدا وطعمها جميل جدا وقيمه غذائيه عاليه، وفيها كل حاجه، يعني فيها البروتين وفيها النشويات وفيها البروتينات وفيها كل حاجه. هدخلها بقى الفرن زي ما احنا شايفين كده، وهتطلع بالشكل ده. بصوا الجمال، تحفه تحفه تحفه. زي ما قلت لك اعملي جنبها شويه سلطه وحمري بطاطس. هي دي كده وجبه كامله. قطع الدجاج دايبه في قلب المكرونه، والف هنا وشفا. جربيها هتعجبك، وما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وفعلي الجرس. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي اللايك وتسيبي لي كومنت علشان تساعديني، وما تنسيش تسيبي لي دعوه حلوه. يلا بينا نختم بقى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وما تنسيش تصلي على الرسول. سلام.